بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السلام عليكم حبيباتي. اليوم بغيت نهضر معك انتي، ماشي كمشاهدة ولكن كسيدة كتفيق بكري، كتنعس معطلة، كتدبر، كتفكر وكتحمل بزاف بلا ما تهضر. نهضر معك على الدار، ولكن ماشي غير الحيطان، نهضر معك على البيت اللي كيعكس الروح ديالك. شعبان ماشي غير استعداد روحاني، شعبان حتى ترتيب داخلي وخارجي. كيفاش بغينا طمأنينة، خشوع، راحة، وحنا عايشين وسط الفوضى. اليوم ما غاديش نقولوا خاصك تنظفي دارك، اليوم غادي نقولوا كيفاش تنظفي دارك بلا ما تكسري وبلا ما تنسي راسك. اول حاجه غنهضروا عليها علاش دارك مرتبطه بحالتك النفسيه. كاين واحد الحاجه ما كنهضروش عليها بزاف، الدار اللي عايشه فيها كتاثر مباشره على عقلك وقلبك. الفوضى ماشي غير منظر، الفوضى كترهق، كثقل وكتسرق التركيز. الا كنتي معصبه بلا سبب، متقله، ما عندكش طاقه، وقفي وسط دارك وسولي راسك، واش هاد المكان كيعطيني راحه ولا كيزيدني تعب؟ سيدة البيت ما خصهاش تكون خادمه للدار، الدار خاصها تكون مكان كيشحنها ماشي كيفرغها. تنظيف الدار ماشي يوم واحد، هو نيه. اكبر غلط كنديروه كنتسناو حتى نهار التنظيف الكبير. التنظيف الحقيقي كيبدا بالنيه ماشي بالوقت. شعبان ما تقوليش غادي ننظف الدار كامله، قولي غادي نرجع النفس لداري، حتى درج واحد، خزانه واحده، زاويه واحده. الا تنظفات بنيه الراحه راه عندها اجر وراحه. كاين واحد التنظيف ما كيبانش، تنظيف القلب. في شعبان كثري الاستغفار وانتي كديري خدمتك، صلي على النبي وانتي كترتبي، سمعي قران خفيف. الدار اللي كتعمر بالذكر كتولي هادئه حتى الا كانت بسيطه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال، والجمال ماشي بالضروره في الاشياء، الجمال في النيه. علاش دائما حاسه راسك مقصره كسيده بيت؟ خليني نوقف معك شويه ونسولك بصراحه، علاش مهما درتي كتبقى واحد الفكره في بالك مازال ما درتش كفايه؟ نظفي ما كيعجبكش تنظيفك، رتبتي كتقولي دار فلانه احسن، تعبتي ومازال الصوت اللي في راسك كيقول زيدي، خاصك تزيدي. هذا الصوت هو ضغط متراكم، سنين ديال المقارنه وسنين ديال الاحساس بالواجب بلا توقف. تربينا ان سيده البيت خاصها تكون ديما واقفه، ديما كتخدم وديما كتحمل وديما ساكته. ولكن حد ما كيسول واش مرتاحه، ممكن ما تحصليش على التقدير لجهدك. شعبان هنا جا باش يوقفك شويه ويقول لك راه المشكل ماشي انك ما كتخدميش، المشكل انك كتخدمي بزاف بلا رحمه مع راسك. الفوضى في الدار بزاف المرات ما كتكونش سببها الكسل، ولكن الارهاق اللي ما تعرفناش به. مني كيعيا القلب حتى اصغر حاجه كتبان ثقيله. ومن هنا كيبدا التغيير، والتنظيف الذكي ماشي بالتعب. انا بغيت نوقفك على واحد الفكره مهمه بزاف والهمتني وصرت معتمداها وبغيت نشاركها معك. التنظيف ما خصوش يكون حرب، خصو يكون نظام. ماشي نخدمو بزاف ولكن نخدمو بعقلنا. قبل ما نعطيك قواعد التنظيف غنعطيك نصائح بسيطه. اهتمي بلبسك وجسمك، ماشي حيت غننظفو نكونوا لابسين اسوأ حاجه. ما تنظفيش وانتي جيعانه. ديري قران او بودكاست تقفي منه. حبسي قبل ما تعياي، ما تكمليش كل شيء في نهار واحد، حيت انتي ماشي آلة. حتى 20 دقيقة في النهار خير من 6 ساعات تعياي وتكرهي كل شيء. نبداو دابا في قواعد التنظيف. القاعدة الأولى، ما تنظفيش الدار كاملة. أكبر خطأ كنديروه كنفيقوا بنية نقلبوا الدار كاملة، والنتيجة تعب، عصبية، وكتحبسي في النص. الحل الذكي، قسمي الدار لمناطق، نهار للمطبخ، نهار للحمام، نهار للغرفة. حتى 20 دقيقة كافية، راه الاستمرارية هي السر. قاعدة بسيطة ولكن كتبدل كل شيء من فوق لتحت. أي بلاصة، نبداو بالرفوف أو الخزائن، طاولات ومن بعد الأرض، حيت إلا بديتي بالأرض ورجعتي الفوق راه رجعتي الوسخ بيدك. هاد القاعدة بوحدها كتوفر مجهود كبير. قاعدة 15 دقيقة، باش ما نكسروش نفسيتنا ديري تايمر 15 دقيقة، خدمي بتركيز ومن بعد حبسي. العجيب غالبا كتكملي اكثر بلا ما تحسي، حيت عقلك ما حسش بالضغط. التنظيف الذكي ما كيكرهكش في الدار، كيخليك ترتاحي فيها. نظفي اثناء الشغل، ما نخليوش الفوضى تجمع علينا. طيبتي نظفي مباشره، بدلتي رجعي الحاجه لبلاصتها. هاد العاده الصغيره كتحبس 70% من الفوضى.
كل حاجه ما عندهاش بلاصه ما محتاجاهاش. الا شي حاجه ما لقيتيش ليها بلاصه راه غالبا زايده. الفوضى ماشي من قله التنظيف، الفوضى من كثره الاشياء. خففي بسطي، راه دار خفيفه كتساوي نفسيه خفيفه. كيف خاص دارك تكون في رمضان؟ الدار في رمضان ما خصهاش تكون فاخره ومعمره، خاصها تكون هادئه خفيفه بلا ضجيج. وهنا ننصحك ديري زاويه صلاه وتقديها، تكون مكان مريح. عطري وبخري المكان حسب امكانياتك، ديري اضاءه ناعمه، زيني البيت. ولا قدرتي تشري اسدال وسجاده جداد، اذا لا صبني القدام وعطريهم. رمضان كيدخل من التفاصيل الصغيره. سيدة البيت راه ما كتشوفيش القيمه ديالك. الدار اللي كتنظفيها راه كتوجدي فيها طمأنينة، عبادة، راحة. حتى النية ديالك نبغي رمضان يكون زوين في الدار راه عبادة. ما تقصايش على راسك وما تطلبيش الكمال، طلبي السكينة. الا حسيتي هاد الهضره قريبه ليك، راه هاد القناه معموله ليك. تسجلي وخلينا نكملوا هاد الرحله مع بعضنا. وهذه كانت لحظه ليك، ونتلاقاو في ارتقاء جديد للافضل.